هنتكلم عن الملك رمسيس الثاني. طبعا هو إنجازاته عظيمة وكلنا عارفينها على المستوى العسكري والسياسي والمعماري كمان. بس النهاردة مش هنتكلم عن الحياة دي، هنتكلم عن حياته الشخصية وحياته العائلية اللي كانت حافلة وممتدة وطويلة. لأن رمسيس الثاني أنا بعتبره ملك الملوك، عاش أكتر من 90 سنة، حكم مصر أكتر من 67 سنة، اتجوز كتير، سيدات كتير، منهم سيدات شهيرات، وكان له أبناء بالعشرات، منهم أبناء مميزين جدا. هم دول اللي هنتكلم عليهم النهاردة. تابعونا عشان تعرفوا مين أهم أبناء رمسيس الثاني وإيه هي أهم إنجازاتهم. النهاردة هنكمل كلامنا عن أبناء الملك رمسيس الثاني، وبالتحديد الملك مرنبتاح. بس هنحكي الحكاية من أولها. رغم إنجازات الملك رمسيس الثاني العظيمة اللي لا ينكرها عاقل، إلا إنه في أواخر سنوات حكمه، وكان قد تجاوز 90 من العمر زي ما انتم عارفين، بدأت المملكة تضعف، وظهرت حركات تمرد خاصة في الأقاليم الآسيوية اللي كانت خاضعة لسيطرة مصر وحكمها. بدأت كمان الحالة الاقتصادية في التدهور، ربما كان السبب في ذلك إفراط الملك في بناء المعابد في كل أنحاء البلاد. ده طبعا كان بيكلف خزينة الدولة أموال طائلة. إلى أن توفي الملك رمسيس الثاني، خلفه في الحكم ابنه الملك مرنبتاح. مرنبتاح هو ابنه من زوجته وابنة عمه الملكة إيست نفرت، وهو على فكرة مش الابن الأكبر، ده الابن ال13 من بين أبناء الملك رمسيس. كان رمسيس قد اختار مرنبتاح وليا للعهد في السنة ال55 من حكمه، وده بسبب وفاة كل الأبناء الذكور الأكبر سنا في حياة والدهم، ومن بينهم قائم واسط الابن المفضل لرمسيس اللي كان الملك اوريدي معينه وليا للعهد. مرنبتاح تولى مناصب كبيرة، كان مثلا الكاهن الأعظم للإله بتاح في منفيس، وكان مسؤول عن إقامة الطقوس الدينية للعجل أبيس. العجل أبيس هو الحيوان المقدس للإله بتاح، وله جبانة عظيمة ضخمة في سقارة تعرف باسم السيرابيوم. مرنبتاح كان حاضرا بقوة في الدلتا، وبتشهد على ذلك النقوش اللي ظهر فيها اسمه في تانيس، وفي بوباستيس اللي هي تل بسطة، وكذلك في مدينة الشمس هيليوبلس أو إيون كما كانت تسمى في اللغة المصرية القديمة. هيليوبلس كان فيها معابد الإله رع وجامعات الإله رع. أيضا عثرنا على جعران في الدلتا يحمل اسم مرنبتاح ويحمل ألقابه. من بين هذه الألقاب كان بيطلق عليه هو الذي ينوب عن جاب. جاب هو إله الأرض، والمقصود بكده إنه كان الملك. لقب تاني النطفة الإلهية ابن الثور القوي، ده معناه إنه كان ابن الإله. الملك الذي يحكم قبضته على البلاد الأجنبية، في إشارة طبعا لأن مصر كانت مملكة مترامية الأطراف. صاحب القلب اليقظ الذي يحقق العدل، في إشارة لعدالة هذا الملك. فور تولي مرنبتاح الحكم تعرض لاختبار كبير، اختبار صعب، لأن كان عليه أنه هو يواجه أطماع أجنبية هددت مصر من اتجاهين. الاتجاه الأول هو الاتجاه الغربي، لأن في قبائل ليبية تجرأت على تكوين جيوش زحفت بيها في اتجاه البر الغربي للنيل، واحتلت الواحات الغربية واستقرت هناك حوالي سنة. تهديد آخر كان جاي من الشمال، شعوب البحر اللي هم الأوروبيين، بس النصوص المصرية القديمة كانت بتسميهم شعوب البحر. حسوا إن الفرصة مواتية لمهاجمة كيمت، خاصة بعد ما مات الملك رمسيس الثاني اللي كان راعبهم، فحشدوا الحشود البحرية لمهاجمة مصر من البحر الأبيض المتوسط. والظاهر إن هم استطاعوا يتواصلوا مع الليبيين وتآمروا مع بعض وكونوا حلف ضد مصر، واتفقوا إن يكون فيه هجوم مزدوج على مصر بحيث تتشتت قوات مصر العسكرية ما بين الغرب والشمال، ما بين البر والبحر. لكن فاتهم حاجة مهمة قوي، إن مرنبتاح ملك مصر ما كانش ملك عادي، ده ملك بينحدر من سلالة ملكية عسكرية فريدة. مرنبتاح ابن رمسيس الثاني. رمسيس الثاني ده ابن سيتي الأول ابن رمسيس الأول، كلهم ملوك عظام ومتمكنين جدا عسكريا، هم محاربين كبار. يعني الهجوم على مصر
في وجود ملك زي ده بينحدر من هذه السلالة مش حاجة سهلة أبدا. لذلك لو رحنا معبد الكرنك ولو بصينا على جدران عمود النصر اللي موجود دلوقتي في المتحف المصري الجديد اللي هو اللي جنب الهرم اللي في أول طريق الفيوم، هنلاقي إن ميرن بتاح بيحكي لنا إزاي تمكن من مواجهة شعوب قادمة من أوروبا، وقدر إن هو يغرق أساطيلهم، وإزاي قدر يطرد قبائل الليبيين اللي اعتدوا على الواحات المصرية في الغرب وانتصر عليهم جميعا، وفتت وشتت جيوشهم وفتت التحالف اللي كان تم بينهم. ميرن بتاح حكم مصر لمدة 10 سنين فقط، لكن في ال10 سنين دول حقق انتصارات حاسمة جعلته جدير بأنه يكون فعلا خليفة لملك الملوك رمسيس الثاني.